لو سمحت يا دكتور، عايز اسال سؤال مهم جدا. ازاي اعمل سي في اظهر فيه مميزاتي كمحلل بيانات؟ هقول لك ازاي. كتابه السي في خطوه مهمه جدا في مسيرتك كمحلل بيانات، لان السي في بيكون كبطاقه تعريفيه ليك في المكان اللي بتقدم فيه. علشان كده لازم يكون مميز ومناسب للمتطلبات التايتل اللي بتقدم عليه. هقول لك اهم النقط اللي لازم تكون موجوده فيه. اولا، اما بنيجي نقدم على الوظيفه بتكتب سمري كده ملخص عن انت مين وبتعمل ايه، لا يتعدى ال4 سطور. وكمان معلوماتك الشخصيه زي السن وبيانات الاتصال والتعليم، ده بيكون ملخص موجود في اول السي في، بيساعد الشخص اللي بيعمل فلتريشن للسيفيهات الموجوده عنده. عشان كده لازم يكون في الحاجات اللي بيدور عليها. بعد كده هنيجي للجزء الثاني اللي بينقسم لقسمين، اللي فيه مهاراتك وخبراتك. اول حاجه المهارات التقنيه، البرامج اللي بتستخدمها في شغلك زي الاكسل والباور بي اي، كمان لغات البرمجه اللي بتشتغل بيها زي البايثون. تاني حاجه هنركز على الانجازات الفعليه والارقام والنتائج اللي حققتها في شغلك والخبرات السابقه اللي عندك. بعد كده هتحط السيرتيفيكتس اللي اخدتها واللغات اللي بتتقنها. تمام. طب كده يا دكتور السي في جاهز؟ طيب لا لسه، تعالى بس اقول لك شويه تيبس اند تريكس عشان تكون بروفيشنال اكتر. هنستخدم كيوردز موجوده في الوظيفه اللي بتقدم عليها زي السيكول والبايثون. كمان خليه منظم ومريح للعين وما فيهوش تفاصيل كتير. تمام يا دكتور كده. طب هل في ادوات معينه اقدر استخدمها علشان اعمل بيها السي في؟ ايوه طبعا، في اكتر من موقع تقدر تعمل عليه سي في زي كانفا، وفي مواقع تانية كتير. اعمل بس كومنت وهنبعتها لك في رساله. بس خلي بالك اهم نقطه، لازم تكون صادق في كل معلومه بتحطها في السي في عشان كل اللي هتحطه هتتسال عليه.